عربيات فولفو من العربيات اللي ليها طابع مميز. يعني لما هتشوف اي طراز من طرازات فولفو سواء جديد او قديم هتعرف ان العربيه دي فولفو، ودي بقت حاجه نادره جدا دلوقتي. والحقيقه ان فولفو بطراز اكس سي 90 اللي معانا في ريفيو النهارده ماشيين بسياسه ان طالما الحاجه ماشيه والتركيبه دي كويسه مفيش داعي ان انت تغيرها، وعشان كده هنلاقي ان الاكس سي 90 حافظت على الشكل بتاعها ده من اول ما تم تقديم الجيل الثاني في 2015، وتعرضت لبعض التحديثات الطفيفه عن طريق 2 فيس ليفت، واحد اتعمل في 2019 والتاني في 24 كموديل سنة 25 زي عربية التجربة. والغريب ان المنافس الرئيسي للعربية دي الاودي كيو 7 ماشيين على نفس النهج، وبرضه اتقدمت بشكل معين واتعمل لها 2 فيس ليفت زي الاكس سي 90 بالظبط. والعربيه حاليا متوفره في السوق المصري بفئه واحده بس. عايز تعرف سعرها ادخل على اللينك بتاع موقع هتلاقي هيبقى موجود عليه السعر بتاع العربيه في اي وقت انت بتتفرج فيه على الفيديو. احنا بنقوله في التقييم النهائي للسياره، وشهدت بعض التغييرات الطفيفه ومنها شويه الوان جديده زي اللون الحلو قوي بتاع سياره التجربه ده مالبري ريد. عايزكم برضه تكتبوا لي رايكم في اللون في التعليقات، وعشان تحمي لون مميز زي ده لازم تروح لشركه محترمه بتعمل افلام حمايه زي كاربروجيني اللي احنا دايما بنرشحهم لثقتنا التامه في الخامات والجوده بتاعتهم. هتلاقيهم موجودين في التجمع وفي الشيخ زايد وفي المنصوره، وموجودين كمان في الرياض وقريبا جدا في دبي ان شاء الله. مقدمه العربيه هي اللي شهدت الجزء الاكبر من التغيير فيها، شبكه جديده بالكامل بخطوط كده متقاطعه من الكروم يتوسطها الشعار بتاع فولفو بعد ما بقى مبسط في عصر الشعارات الديجيتال اللي احنا بقينا موجودين فيها. هنلاقي الكاميرات بتاعه النظام ال 360، فوانيس جديده برضو بحجم اكبر، حافظت على الهويه بتاعه المطرقه بتاعه ثور ماتريكس LED بتوفر اضاءه متميزه جدا. في هنا اطار من الكروم ماشي مع الاطار برضو والحاجات الكروم اللي موجوده في الشبكه، وتحت هنا في فتحات هواء بسيطه مع ليب سبويلر، والموضوع كله بيتميز بالرقي والرصانه كده. والعربيه ليها هيبه ووضع رصين انت لا يمكن ان تخطئه زي اي عربيه من عربيات فولفو. جنب العربيه من الحاجات الحلوه من وجهه نظري اللي مديها فخامه وضخامه في نفس الوقت، كمان العربيه عشان بقى فيها اير سسبنشن فلما بتقف في الاول بتبقى عاليه، هي دلوقتي نزلت على الليفل اللي تحت بعد ما ركنت. الاطار اللي موجود حوالين النوافذ من الكروم مع الروف راكس اللي بنفس اللون، والعتب اللي هنا برضه مدي للعربيه فخامه. مكملها الجنط ال21 الحلوه قوي الدايموند كات اللي موجود فيها مقاس 275 على 40، بيوفر مع الاير سسبنشن راحه تعليق محترمه جدا، وكمان بيوفر جانب اطار محترم فانت ما بتحسش بمعظم المطبات. العربيه طبعا فيها دخول بصمه في الاربع ابواب. المرايات بتاعه العربيه فيها تعتيم ذاتي، مفيش فيها تحذير النقاط العمياء. الزجاج الخلفي بقى التعتيم بتاعه ممتاز، كمان فيها ستاير جوه لمزيد من الخصوصيه. وحتى الجزء اللي هنا ده عشان العربيه 7 راكب فالازاز اللي فيه تعتيم حلو، وفيه برضو الخطوط اللي هي بتاعت ازاله البخار من على الزجاج ده. وزي ما بقول لكم الموضوع كله في جنب العربيه ما بين الرصانه والشياكه، وماليش عليه اي تحفظات. العربيه بتيجي بسقف بانوراما بيتفتح، مساحته كويسه جدا، وعندك هنا السبويلر بقى والانتنه اللي على شكل الشارك فين. وهنلاحظ لمبه الستوب الكبيره اللي موجوده في السبويلر فولفو بالفونت بتاعها، واكس سي 90 الكروم اللي مكمل مع الاكسدام. بي 5 البي عشان تعرف ان دي عربيه مايلد هايبريد، ال5 عشان تعرف ان دي نسخه ال 250 حصان، وطبعا اول ويل درايف يعني دفع كلي بالعجلات الاربعه. الفوانيس بتاعه العربيه مميزه جدا من اول ما العربيه دي اتقدمت، LED بالكامل بتوفر اضاءه مميزه، والزجاج الخلفي حجمه كبير بيوفر رؤيه مميزه، والاكسدام الخلفي بتاع العربيه محافظ على الطابع البسيط، حته الكروم اللي موجوده هنا وحساسات الركن، ولا بقى فيك اكزوست ولا اي حاجه. وموجود الكاميرا بتاعه العربيه. تعالوا نبص على الشنطه. هي طبعا بتفتح كهرباء وبتفتح برضو بحساس الرجل. ومساحه الشنطه لما يبقى ال7 كراسي في مكانهم بتبقى 302 لتر، دي مساحه مميزه. لما بتنيم الكرسيين الزياده دول بتبقى مساحه الشنطه 680 لتر، وهنا بتبقى اقل من الاودي الكيو 7. الاودي كيو 7 740 لتر، ولكن في نفس الوقت بتبقى اكبر من مساحه الاكس 5 واكبر من مساحه المرسيدس الجي ال اي. ولو نيمت بقى الكنبه اللي في النص بتوصل مساحه التحميل ل 1951 لتر. الشنطه برضو فيها شويه حلول كده لطيفه زي البتاع اللي حاططها لك هنا دي عشان لو عايز تثبت اي حاجه من الحاجات اللي بتجيبها الجروسري او كده. فيها اماكن للتعليق في الجنبين بتوع الشنطه واماكن للتخزين. فيها مساحه موجوده هنا فيها الاستبن بتاع العربيه من الحجم الموفر للمساحه والعده بتاعتها. كمان الرف ده يعتبر ذكي في التعامل بتاعه، ولكن للاسف ملوش مكان يتحط فيه. لو انت هتشيله هتحط ال7 كراسي. والتبطين بتاع الشنطه محترم جدا سواء الارضيه او الاجناب، وفيها منفذ 12 فولت، وفيها هنا بقى زرارين لتوطيه وتعليه العربيه عشان خاطر لو انت عايز تحط حاجه انت عندك القدره انك توطي السسبنشن بتاع العربيه او تعليه من الزرارين اللي موجودين هنا في الشنطه. الابواب الخلفيه مميزه جدا من حيث الخامات، زيها زي الباب الامامي بالظبط،
الجلود اللي مستخدمه في اعلى الباب ولا في الجزء اللي بتسند عليه كوعك او حتى في الباب نفسه تعتبر هايله. الحليه الخشب اللي موجوده هنا مديه شياكه. الازاز بيفتح للاخر وعندك ستاره لزياده الخصوصيه. الجيوب بتاعه الابواب الحجم بتاعها يعتبر كويس. كمان الزاويه بتاعه فتح الباب مع الحجم بتاعه حجم العربيه تخليك تدخل اي كرسي اطفال ايا كان حجمه تثبته في نقاط تثبيت كراسي الاطفال الايزوفيكس، مكشوفين وباينين هنا بمنتهى السهوله والوضوح. وفي حركه بقى الناس القديمه اللي متابعه عربيات فولفو من زمان كانوا بيحبوها قوي، حاجه مميزه ان الكرسي اللي في النص بيعمل لك فيه رفعه كده بحيث انك ترفعه ويقعد عليه طفل بسن مناسب من غير كرسي اطفال ويبقى قاعد في النص وقاعد عالي وشايف الطريق. الحركه دي انا كنت بحبها جدا من اول ما فولفو عملتها من زمان جدا. هو برضه حاطط لك هنا المخدع بطريقه شيك في حاملات الاكواب بتفتح كده بشياكه، وحاطط لك شبك للتخزين في ظهر الكراسي الاماميه، منافذ يو اس بي تايب سي 2 موجودين هنا، ووحده تحكم في التكييف للي قاعدين ورا لان العربيه بتيجي باربع مناطق تكييف، كذلك برضه لوحده التحكم في تدفئه الكراسي الخلفيه. والتصميم بتاع الكنبه الخلفيه الكراسي بتاعتها والتنجيد والجلود المستخدمه النابا لاذر اللي مستخدم فيها كلها بصراحه على اعلى مستوى. مساحات الجلوس في القسم الخلفي من العربيه مميزه جدا. قاعده العجلات 3 متر والعربيه طولها 5 متر تقريبا. مساحات الركب هايله. مساحات الرؤوس ممتازه. مساحات الاقدام برضو كبيره جدا، تمد رجلك تحت الكرسي اللي قدامك بمنتهى السهوله. كمان ظهر الكنبه فيه ريكلايننج، والكنبه نفسها بتقدر تحركها لقدام ولورا عشان لو عايز توسع مساحه للي قاعدين في المقعد الثالث هنجربه دلوقتي، او توسع مساحه للشنطه. المقعد الوسطي مش وحش في العربيه، مساحات الرؤوس فيه برضو مميزه جدا. الظهر بتاعه ناشف سن عشان المخدع اللي موجود ورا. مساحات الاقدام في النص تعتبر حلوه جدا واسعه حتى مع وجود نفق، ولكن النفق الارتفاع بتاعه مثلا ممكن يكون 10 15 سم، فدي حاجه بسيطه. والمساحه اللي موجوده فيه كبيره تقدر ان انت تحط فيها رجلك او تحط رجلك في الجنبين. بصوا انا احتياطي هطلع الكرسي ده لقدام شويه، يعني بحيث ان برضه يبقى عندك مساحه ركب كويسه هنا، واللي قاعد ورا يبقى قاعد مش متعذب، لان انا بصراحه لا سني ولا لياقتي بقوا يسمحوا بالبهدله دي. انت بتحرك دراع موجود هنا في ظهر الكرسي وبتقوم زي الكرسي كده وبتطلع يا معلم. بسم الله. نقفل بس الباب، اسحب بقى ده. يا اختي مش قادر اتكلم. بصوا مساحة الركب ده راجع عن ده شوية وراجع عن ده شوية. اوريكم انا افضل من كده، استنى. بصوا مساحة الركب اهي، وانا مرجع الكرسي ده شويه عن الكرسي اللي جنبه. الركبه الثانيه اهي، وده الكرسي لما بيبقى راجع على اخر حاجه. بصوا الفرق ده. فانا بصراحه مستحيل ان انا ركبي تتحط هنا وانا متوسط القامه. الرجلين بقى اهو يعني يا دوبك تحت الكرسي، بس عندك مساحه رؤوس محترمه وعامل لك تجويف كده هنا. عندك احزمه الامان الخاصه بيك. كمان هنلاقي فتحات تكييف في السي بيلر، موجود فتحات تكييف هنا. في هنا مسند بتسند عليه ايدك وتحته مساحه تخزين، وحاطط لك كاب هولدر. فباختصار غير مخل هي تنفع للناس اللي احجامها قليله او الاطفال، تبقى مثاليه بالنسبه لهم. لو حد حجمه كبير بقى، حد بكرش شويه كده زي حالاتي، ممكن يستحمل مشاوير قصيره مع التعاون بتاع الناس اللي هتبقى قاعده في المقعد الوسط. الابواب الاماميه شياكه برضو، النابا لاذر، الجلود، الخشب، التطريز، الميموري بتاعت الكراسي الاماميه، السماعات الهارمان كاردن النظام الصوتي المميز اللي موجود في العربيه، الجيوب بتاعتها والزاويه اللي هنا تخليك تحط اي ازازه. هي مش مبطنه من الناحيه دي، ولكن البلاستيك اللي مستخدم فيها مش من النوع الرديء، وفيها تبطين من جوه الباب من هنا، فبصراحه ما فيش عليها اي تحفظ. والكراسي الاماميه يا جماعه بقى، الراحه اللي هي بتوفرها طول عمر كراسي عربيات فولفو، او يعني الفتره الاخيره هي اريح كراسي ممكن تقعد عليها في اي عربيه. النابا لاذر المستخدم، التقسيمه بتاعتها، التحكم في كل حاجه في الكرسي، كهرباء، البولسترز اللي هنا، المنطقه اللي بتدعم اسفل الفخذ، وطبعا فيها تدفئه وفيها تهويه وميموري 3 وضعيات للكرسيين، وعلم السويد اللي موجود هنا مع التطريز الشياكه، حاجه تخليك عايز تقعد في العربيه دي وتقطع بيها مسافات طويله. فخامه الخامات ممتده بقى للتابلو بتاع العربيه. المزيج المستخدم ما بين الجلد اللي موجود في اعلى التابلو جلد طري والملمس بتاعه حلو قوي، الخامه اللي شبه القماش دي حلوه قوي برده، والخشب اللي موجود هنا، والاطار اللي موجود كده بماده شبيهه بالكروم. فكلها بصراحه خامات محترمه جدا. عينك وايدك مش هيجوا على اي حاجه تحس انها رخيصه او الملمس بتاعها وحش. هنلاقي موجود هيد اب ديسبلاي في التابلو بيعرض لك السرعه، بيعرض برضو لو انت مشغل النافيجيشن بيعرضها لك على الازاز. نقاء والسطوع كويسين. كمان الدركسيون بتاع العربيه، الشكل والحجم بتاعه والكومبينيشن بتاع اللونين اللي نازلين فيه شكلهم حلو. هو تلسكوبيك بيتم ظبطه في الاربع اتجاهات ولكن يدوي،
ما هوش كهرباء. وطبعا هو جاي كده مزيج من لونين، لون رمادي غامق واللون اللي هو الاوف وايت او البيج ده، ماشي مع فرش العربيه. لون مميز جدا وبيدي فخامه، ولكن محتاج طبعا عنايه شديده وانك تنظفه باستمرار وتستخدم برضو مواد للتنظيف مش اي حاجه. الدركسيون متعدد الوظائف، مفيش فيه بادل شيفترز. الجزء اليمين للتحكم في الميديا واللي بيتعرض على اللوحه الوسطيه في التابلو، والجزء الشمال للتحكم في مثبت السرعه التفاعلي. وراه هنلاقي لوحه عدادات ديجيتال مقاس 12.3 بوصه. الجرافيكس المستخدمه فيها تعتبر جيده، ما هياش افضل حاجه، ولكن النقاء والسطوع بتاعها يعتبروا جيدين جدا. بيتعرض عليها المؤشرات الرئيسيه والخريطه والتنبيهات والاعطال وكمبيوتر الرحلات. وعندنا هنا من الحاجات اللي اتجددت في الفيس ليفت هي شاشه النظام المعلوماتي والترفيهي، بقت بتيجي بمقاس 11.2 بوصه. السطوع والنقاء بتوعها يعتبروا مميزين، ولكن الاستجابه بتاعتها اقل من المنافسات الرئيسيات زي ام بي يو اكس بتاع مرسيدس، زي النظام اللي في الاودي، زي الاي درايف اللي موجود في البي ام دبليو. ولكن الميزه فيها بقى ان انت بتشغل عليها الجوجل اكاونت بتاعك، فبتتحول الى تابلت. يعني انت بتشغل الاكاونت بتاعك، بيبقى عندك القدره ان انت تعمل لها ابديت، بتنزل الابلكيشنز اللي انت عايز تشغلها، بتشغل الحاجات اللي موجوده عندك بقى جوجل مابس بتاعتك، وكل ما هو عندك على الجوجل اكاونت بيعمل سينكرونايز وبيشتغل عليها بمنتهى السهوله. والعربيه بتاخد انترنت من تليفونك عن طريق الهوت سبوت، فبتقدر التواصل مع العربيه بيبقى افضل. كمان انت بتعمل بروفايل بقى لو العربيه بيسوقها اكتر من حد، بس الاساسي بيبقى بتاع الاونر. وهي فيها الضبط والاعدادات بتاعه النظام، والضبط والاعدادات بتاعه كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. واكيد فيها ابل كار بلاي وفيها اندرويد اوتو لو انت مش عايز توصل النظام بالطريقه اللي هم عاملينها لك دي. فيها برضو انماط القياده اللي موجوده في العربيه اللي هم نمطين بس، اوف رود مود والستاندرد مود. كمان الشاشه فيها التحكم في التكييف والميديا، وتكييف العربيه يعتبر ممتاز، 4 مناطق زي ما قلنا، وفي تكييف منفصل للصف الثالث من العربيه بتشغله من هنا وبتفصله، بيوفر بروده متكامله في كل المقصوره، بالاضافه لتوفر منقي للهواء في التكييف. وتحت الشاشه عامل لك شويه برضو زراير للاختصارات لو عايز تتحكم في الميديا من هنا، وكمان تشغيل الزرارين اللي هم بتوع ازاله البخار من على الزجاج الامامي والخلفي، والزرار بتاع الانتظار. وفي زرار هنا بقى لفتح التابلو بتاع العربيه اللي بيفتح بطريقه شيك، متبطن تبطين حلو جدا، وفي مساحه تخزين محترمه قوي. كمان عندك مساحه تخزين محترمه تحت المسند ومتبطنه برضو تبطين محترم. فيها منفذين يو اس بي تايب سي، وكمان منفذ 12 فولت، ولكن مش مبرده للاسف ولا مضاءه. وعندك هنا مساحه تخزين متغطيه كده بكفر من الخشب شبيه بالخشب المستخدم هنا. فيها الاثنين كاب هولدرز، وفيها برضو كاب هولدرز للاحجام اللي هي الكنز الصغيره، وفيها حته ممكن تحط فيها التليفون بالمنظر ده. وعندك هنا الشاحن اللاسلكي برضو عشان لو حابب تحط التليفون. والكونسول الوسطي صلابه البناء بتاعته محترمه جدا. الخامات اللي مستخدمه في الطرفين كتبطين حلوه قوي. الجلد اللي مستخدم فوق هنا حلو قوي. كمان عصايه الفتيس المميزه قوي بتاعه فولفو، معموله من الكريستال، براند برضو سويدي مشهور جدا. وهنا الزرار المميز بتاع تدوير وتبطيل العربيه، بيتحرك للجنب. فرامل اليد والاوتو هولد، والجزء اللي هنا للتحكم في فتحه السقف، والشماسات بتاعه العربيه بالاضاءه والمرايات اللي فيها، والهيد لايننج الشياكه قوي. بصراحه المقصوره بتاعه العربيه بليزنت، يعني انت تحب ان انت تفضل قاعد فيها، تحب ان انت تمشي فيها مسافات طويله زي ما اتكلمنا. بس تخلي بالك من اللون الفاتح ده، لازم التنظيف وايدك تبقى شغاله فيه على طول. وضعيه الجلوس في الاكسي 90 ممتازه. الكراسي دي مريحة جدا، بتظبطها على الوضعية اللي انت عايزها. مساحات الرؤية والمساحات الزجاجية في العربية فوق الممتازة بحتتين 3. المراية اليمين الفيلد اوف فيجن او المجال الرؤية اللي بتوفره ممتاز. المراية الشمال للأسف هي نقطة الضعف الكبيرة جدا في الجزئية دي، لأنها مش محدبة او مش مقعره. انا مش برضو كل مره بنسى اللفظ يعني. فالانعكاس اللي هي بتعكسه بتعكس الحجم الحقيقي او المسافه الحقيقيه، وبالتالي فيها نقطه عاميه كبيره جدا. مجال الرؤيه اللي هي بتوفره محدود، ولازم تبقى بتلف دماغك. والعيب بقى الاكبر ان العربيه نازله من غير تحذير النقاط العمياء، فده مع الناحيه الشمال انت كتير هتتفاجئ ان في عربيات وموتوسيكلات وحاجات كده موجوده في النقطه العاميه بتاعتك، لان النقطه العاميه بتاعت المرايه كبيره. منظومه نقل الحركه اللي متوفره في العربيه زي كل عربيات فولفو البنزين، 2000 سي سي 4 سلندر، مزود بتربو او شاحن هواء. النسخه دي اللي هي اسمها بي 5 بتبقى مايلد هايبريد، يعني هجين خفيف، معاها الترنيتور وبطاريه 48 فولت، بتشتغل تسد الفجوات بتاعه اداء التوربو
وبتشتغل معاك في الاوتو ستارت ستوب وفي الحاجات اللي زي دي، وبتزود بوست او دفعه كهربائيه كده ممكن تزود قوه لحد 13 14 حصان في لحظات التسارع الشديد بتاعه العربيه. البي 5 بيولد قوه 250 حصان وعزم دوران اقصى 350 نيوتن بيتحققوا اعتبارا من 1800 دوره في الدقيقه. والعربيه مزوده بعلبه تروس اوتوماتيك عاديه من شركه ايسن اليابانيه ب8 سرعات، وارقام التسارع 7.7 من 0 ل 100، وسرعه قصوى محدده الكترونيا على 180 كيلو متر في الساعه زي برضو كل عربيات فولفو من ساعه ما خدوا قرار ان هو يبقى عندهم زيرو خسائر بشريه في الحوادث بتاعتهم. وهم على فكره طراز اكس سي 90 محقق المعادله دي، ان هو لم تسجل فيه حتى الان، ويا رب ما تتسجل يعني، اي حوادث تسببت في وفاه اشخاص في عربية من هذا الطراز. واضح من ارقام المحرك ان العربية مش عربية رياضية، يعني 250 حصان على الحجم ده والوزن ده يعتبر الرقم المعقول اللي يمشي العربية كويس، وبالتالي انت المفروض لا تأمل ان العربية تكون بتأدي اداء رياضي، وخصوصا ان هي شخصيتها واضح جدا انها مش كده. فانا مش هجيب الدراجي ومش هعمل للعربية اكسلريشن من 0 ل 100 ولا الكلام ده كله، احنا هنجرب العربية في ظروف القيادة الطبيعية، لو انت ماشي مشغل تكييفك ماشي على 90 وبتيجي تحرق، فتيس اخد وقت عشان يكيك داون، وانس ان هو ابتدى يجري بيبقى التجميع بتاعه معقول. تعالوا نجرب الارتقاء مرة تانية من سرعة مثلا زي 70. اظن يعني معقول، اهي من 70 دلوقتي بقينا 140 وداخل على ال 150. تمام. الفرامل بتاعت العربية ممتازة طبعا، جهاز التعليق ناعم شوية، فانت بتحس بالنوز دايف او ان وش العربية بينزل شوية وقت الفرملة، ولكن اتزان العربية في الفرملة مفيش فيه اي تحفظات اطلاقا. ثبات العربية كتماسك الاربع اطارات يعتبر ممتاز. كمان العربية دلوقتي بقت مزودة بنظام تعليق اير سسبنشن او تعليق هوائي على علب، بتعمل اعادة ضبط للمستوى بتاع العربية، اوتو ليفلنج ليها، وبيعمل حوالي 500 عملية حسابية في الثانية. جهاز التعليق ده بيوفر راحة مميزة جدا للعربية في معظم ظروف القيادة، وانا بقول معظم لان في بعض الظروف كده العربية بتحس ان جهاز التعليق بتاعها بيحتار يعمل ايه او بيهيس تهيسة بسيطة كده. يعني انت لو ماشي على مطبات او ماشي في مدق او ماشي في طريق رمل ولا ماشي في حاجه كده انت مش هتحس بحاجه مطلقا. كذلك المطبات اللي هي الشرايط دي او عين القط اللي قبل المطب الصناعي، العربيه بتاخدها زي ما انت بتاخد كوبايه ميه او بتاخد بق ميه الصبح. ولكن لو في بقى عيوب في الطريق، مثلا مطبات مرتفعه شويه جايين ورا بعض وجنب واحد من العربية هو اللي داس عليها، ساعتها بتحس بإزعاج في جهاز التعليق بتاعها. كذلك لو مطب عميق والكاوتشين نزلوا فيه مع بعض، برضه ساعتها بتحس ان العربية خدت وقت شوية على ما بتحسب جهاز التعليق المفروض ينزل قد ايه والارتداد يكون قد ايه بتاعه. ففي ظروف كتير هنقدر نقول 80% من الظروف اللي انت بتعديها في الطريق بيكون الاير سسبنشن احسن من التعليق العادي اللي كان موجود في الجيل السابق. وفي ظروف قليلة جدا انت بتحس ان التعليق العادي بقى الكويل اوفرز لما بينزل وبيطلع ويتعامل مع المطب كان هيتعامل افضل من حاجة تكون شغالة بكمبيوتر او بكهرباء او كده. المقود وجهاز التوجيه بتوع العربية دي ملائمين جدا للشخصية بتاعتها. العربية زي ما قلنا بتوفر لك ركوبة ناعمة كده ولطيفة، وبالتالي جهاز التوجيه بتاعها ما هواش حاد، بيوفر لك ديركسيون خفيف في الركنة وداخل المدينة، بيكتسب تقل صناعي لما العربية سرعتها بتزيد. كان احنا داخلين اهو على مطب الهوا حبيبنا اللي احنا بنجرب فيه دايما، لو انت سبت العربية شوية بتقوم رايحة شوية كده، فانت بتقوم مدي التوجيه الزيادة ده، انت تبقى مركز معاها. شوفوا خدت المطب الهوا ازاي، كأنك خدت موجة بسيطة في شاطئ ميامي سنة 52، حاجة في الهدوء وفي الرقي وفي الروقان التام. فالعربية كل حاجة فيها في تجربة قيادتها رايحة ناحية النعومة والفخامة والرصانة والرقي كده، مع عدم الإخلال بالأساسات، يعني آمنة تماما، متماسكة تماما. نظام الدفع كل اللي فيها مظبط الدنيا في الملفات. والعربية فيها نمطين قيادة بس، 2 درايفنج مودز،
النمط الستاندرد او العادي ونمط اوف رود، مفيش فيها بقى ولا نمط اقتصادي ولا نمط رياضي ولا اي حاجه من اللي انتوا عارفينها دي. النمط الاوف رود بيخلي جهاز التعليق يوصل لاقصى ارتفاع ليه، وانا ما جربتوش بيني وبينكم، يعني العربيه فيها دفع كلي بالعجلات الاربعه، واكيد هيبقى التحكم في توزيع القوه والعزم على العجلات الاربعه عن طريق الكمبيوتر بتاع العربيه. بس يا جماعه يعني خلينا منطقيين، اللي جايب برضو اكس سي 90 من فولفو اكيد مش جايبها عشان يدخل بيها الصحراء، هي هتبقى الحاجه بسيطه تعدي في شويه ميه، تطلع بيها مثلا رصيف بسيط، تمشي بيها في مدق مثلا كل فين وفين، انما اكتر من كده مفيش. فتلخيصا للموضوع، العربيه ركوبه ممتازه لكن هي مش رياضيه. لو انت عايز بقى اداء رياضي او بديل رياضي، روح على الاكس 5، روح على الكيو 7 الستة سلندر، انما دي معموله عشان تركب كده وتريح اعصابك وتبقى ماشي مبسوط بالعربيه وتقضي بيها مشاويرك وتروح وتيجي وانت في قمه الانبساط والراحه. العزل الصوتي في العربيه يعتبر مميز جدا، انت فعلا العربيه بتوفر لك انعزال وعزل جيد جدا عن بره، ولو مشغل كمان اي حاجه انت بتنعزل تماما عن العالم الخارجي. دوشه بقى بره وموتوسيكلات عماله تعمل دوشه وناس بتدي كلاكسات، انت بعيد عن الموضوع ده تماما. وحتى على السرعات العاليه انت ما بتسمعش صوت هوا جامد الا حاجات بسيطه قوي من ناحيه المرايات، ده شيء طبيعي ومتوقع في عربيه عاليه وبالحجم ده. العزل الارضي بتاع العربيه ممتاز، يمكن الجزئيه الوحيده اللي بيجي لك منها صوت اوقات التسارع الاولانيه، ممكن صوت الموتور بيدخل لك جوه العربيه شويه، ولكن اجمالا اقدر اقول ان العزل بتاع العربيه دي من جيد جدا الى ممتاز، 8.5 من 10 على الاقل. وبالنسبه لاستهلاك الوقود، فاقل استهلاك وقود انا عملته بالعربيه دي كان 7.8 من 10، 7.7 من 10. واعلى استهلاك داخل المدينه وكنت بتسارع كتير، يعني اللي هو تدوس وتهدي وتدوس وتهدي، دي عملت حوالي 11 لتر او 10.7 من 10، 10.9 من 10. نقدر نقول ان المتوسط العام بتاعها 9.5 10 لتر لكل 100 كيلو متر، يعتبر جيد قياسا على حجم العربيه وعلى قوه الموتور اللي فيها. يعني انا كنت اتمنى ان العربيه يكون فيها نسخه ال 300 حصان، كانت هتريح اكتر من كده وكانت هتظبط الاستهلاك وهتظبط حاجات كتير. كمان الايسن ال8 سرعات ده مع العربيات الكبيره دي انا ما بحسوش ان هو افضل اختيار ليهم، لو كانت مزوده بزد اف 8 اكيد كانت هتعمل استهلاك افضل من كده. ولو اتكلمنا على مواصفات الامان، فاحنا بقى جايين في الحته بتاعت فولفو. انت جات لي في منطقتي، شاسيهات مقواه، الصلب السويدي الشهير، 5 نجوم اساسي في اختبارات السلامه الاوروبيه اليورو ان كاب، اعلى تقييمات في اختبارات معهد السلامه الامريكي في الفئه بتاعتها، ايرباجز طبعا متكامله في كل حته لحد ركبه السائق. العربيه فيها انظمه البقاء في الحاره المروريه، مثبت سرعه تفاعلي، فيها فرامل تلقائيه في حاله الطوارئ، فرامل برضو خلفيه تمنع الاصطدام الخلفي باي عربيه او اي اوبجكت في ظهر العربيه، وطبعا فيها اجهزه منع انغلاق المكابح وتوزيع الكتروني لقوه الكبح، وفيها طبعا الاي اس بي وفيها الكلام ده كله، حساسات بقى مطر وحساس نور، والعربيه فيها ماتريكس ال اي دي باضاءه متكيفه، نظام مراقبه ضغط الهواء في الاطارات، ولكن ينقصها تحذير النقاط العمياء، هي بس النقطه دي اللي هتخليني ادي للعربيه دي في مواصفات الامان 8.5 9 من 10. ولكن احقاقا للحق، عدم وجود تحذير نقاط عمياء في العربيات بتاعه فولفو حاليا هو ناتج عن ان النظام اللي فولفو بتستخدمه في موضوع البلايند سبوت بيعتمد على الاقمار الصناعيه واتصالات وحاجات كده، وده مش متوافق قوي مع الانظمه بتاعه وزاره الاتصالات عندنا، لسه ما خدوش ابروفلز وكلام زي ده. لما الدنيا دي تفتح ممكن العربيات بعدها تيجي بالبلايند سبوت ديتكشن. نيجي بقى على التقييم النهائي بتاع العربيه دي. خلينا نبدا التقييم براي احد اصدقائي اللي انا بثق في رايهم تماما في قصه العربيات. هو سالني سؤال، قال لي يعني ايه اللي يخليني اشتري الاكس سي 90؟ يعني ليه اشتري دي تحديدا وما اشتريش ال 60، ما اشتريش اي عربيه اصغر؟ هل عشان السبع كراسي؟ هو من وجهه نظره ان اللي هيبقى معاه فلوس العربيه دي دلوقتي وعايز عربيه 7 سيتر عشان عياله، فهو اكيد ان عياله بقوا كبار وقادرين ان هم يبقى كل واحد فيهم راكب عربيته. وبصراحه هو لما سالني السؤال انا لقيت ان هو فعلا عنده فاليد بوينت. ايه اللي يخلي اي حد يشتري الاكس سي 90؟ العربيه حاليا متوفره في السوق المصري في يوم تصوير الفيديو فئه واحده زي اللي حضراتكم اتفرجتوا عليها دي 5,290,000 جنيه. فايه رايكم في السعر؟ غاليه؟ انا هبدا اتكلم عن السعر او هبدا اتكلم في اجابتي على صديقي ده باول نقطه في السعر، لان انا شايف ان السعر هي الميزه التنافسيه الاولى او الكومباتيتيف ايدج الاولى للعربيه دي. يعني لو اتكلمنا على الاودي الكيو 7 فهي ارخص من الكيو 7 ال 2000 سي سي بنص مليون جنيه، ولو قارنا السعر ده بالاودي الكيو 7 اللي هي 3000 سي سي مع البي ام دبليو الاكس 5 الموتور ال 3000 برضه والجي ال اي، هنلاقي ان هي ارخص منهم ب 2 مليون جنيه. وعلى فكره
فكره هم دول كلهم مصنفين في نفس الفئه مع بعض. فاللي بيقول غاليه، انا نفسي افهم انت بتقول غاليه ليه؟ العربيه فعليا ارخص من جميع المنافسين الحقيقيين بتوعها اللي معاها في نفس الفئه، وبتمن واحيانا اقل من الفئه الاقل منها. يعني العربيه بتمن الجي ال سي قريبه من تمن الاكس 3، اقل من تمن الفيلار، وهي اكبر منهم واحسن منهم وفئه اعلى منهم. يعني انت من الاخر واخد ماتش مور كار فور يور ماني. عربيه بريميوم من براند كبير وفاخر ومحترم ومميز، عربيه كبيره 7 مقاعد، شنطه كبيره، كروزر هايله، عربيه عائليه وممتازه في السفر وفي المشاوير وتخليك قاعد مرتاح ومعزول عن كل اللي حواليك واعصابك مرتاحه، تكييف هايل، كماليات مميزه، كراسي مفيش زيها في الراحه، تعليق مريح جدا. وبعدين هل برضو اصول التسعير بتاعت العربيات دي حضرتك ملم بكل العناصر بتاعتها؟ يعني عارف ثمن العربيه كام في بلد المنشأ، عارف رسوم الشحن اللي عليها قد ايه، عارف الرسوم اللي بتتفرض عليها لما بتدخل مصر قد ايه، طب البراند ايدنتيتي والايمج بتاعته والبوزيشننج بتاع البراند وعربياته في السوق، هل حضرتك عارف القواعد بتاعتها؟ كل العوامل دي بتتدخل في التسعير بتاع العربيات، لانها الموضوع ما بيبقاش مجرد تمن حاجه بيتحط عليها ربح معين وتترمي في السوق. طيب هتقول ملهاش اعاده بيع وقطع غيار وصيانه نار، عارف نار بقى اللي هي 50,000 كده ورا بعض. هقول لك برضو الموضوع ده مش موجود دلوقتي. بالنسبه لاعاده البيع، فولفو ضامنه لك انها تاخد منك العربيه عن طريق برنامج سيلكت اللي هم عاملينه، وبيعمل لك تريد ان زي ما انت عايز، وبياخد العربيه باحسن ماركت فاليو ليها او احسن قيمه سوقيه للعربيه. بالنسبه للصيانه، انت 3 سنين ضمان بدون حد اقصى للكيلومترات، والصيانه مجانيه تماما. وبرضو لو قارنت اسعار الصيانات باسعار الفئه اللي العربيه بتنافس معاها، هتلاقي ان هي مش غاليه وان هي ماشيه معاهم على نفس الليفل بتاعهم. يبقى لازم نخلينا فير وندي للعربيه حقها ونقول كل المميزات بتاعتها، ولما نيجي نقول العيوب، نقول العيوب بقى اللي بجد اللي ناتجه عن تجربه العربيه دي. اول حاجه ان كانوا يا اما ينزلوها بتحذير نقاط عمياء، يا اما يغيروا المرايه دي، كف المرايه ده لازم يتغير. الشاشه بتاعت النظام المعلوماتي والترفيهي اقل من المنافسين زي مرسيدس وبي ام دبليو واودي. لسه الثلاثه انفوتينمنت سيستمز اللي في العربيات الثانيه اسرع في الاستجابه من دي، رغم الانتجريشن اللي معمول مع جوجل ورغم كل الحاجات دي. حاجه تانية برضو هتضايق ناس كتير، هي طريقه فولفو في فرض شخصيتها عليك وانت راكب العربيه. كون العربيه مفيش فيها نمط رياضي، مفيش فيها بادل شيفترز للتحكم في النقلات، مفيش فصل للاي اس بي، مفيش فصل للاوتو ستارت ستوب، قافل لك السرعه على 180. التحفظ في التطوير والتحديث عموما سواء خارجيا او داخليا في العربيه، وان هم زي ما بقول لك اوفر بروتكتيف ومحسسينك ان انت مش مسؤول واحنا عارفين مصلحتك اكتر منك. حاجه مش اي حد هيتقبلها او مش كل الناس هتتقبلها. ممكن واحد في سني، واحد اكبر مني، واحد خلاص بقى حس ان هو عمل كل حاجه في العربيات وزهق وعايز يستقر بقى، عارفين زي اللي هو لف ودار كده وعمل كل حاجه وقال لك انا عايز اتجوز بقى ايه ست البيت دي اللي هتبقى بتاعه البيت وهتقعدني بقى وهتستتني وتهنني. هو بيتعامل معاك كده. وانا مش شايف اي عيوب جوهريه تانية موجوده في العربيه من وجهه نظري، وبعد تجربه مطوله ليها وتجربه مطوله لاختها تانية الاكس سي 60 برضو احنا كنا جربناها فتره كبيره زي دي وعملنا لها برضو ريفيو تفصيلي زي ده، هحط لكم اللينك بتاعته هنا في الاي. وانا بعد الريفيو بعد تقييم العربيه دي شايف بمنتهى الشفافيه انها اختيار حلو لاي حد عايز عربيه فخمه في الفئه السعريه دي، بعيدا على فكره عن الحجم وعن ان انت تكون عايز 7 كراسي فعليا. لا، انت ممكن تكون عايز عربيه كبيره فخمه، كروزر ممتازه او كروزر مفيش زيها. العربيه دي هتبقى اختيار مناسب. في الاول وفي الاخر هي برضو كلها بترجع لاولوياتك واحتياجاتك، هي اللي بتحدد انت عايز ايه في ظل ميزانيتك وفي ظل العربيات اللي بتبقى متوفره وقت ما انت بتبقى الفلوس متوفره معاك. في ختام الريفيو اتمنى ان انا اكون غطيت كل حاجه متعلقه بالفولفو الاكس سي 60. لو في حاجه ما قلناهاش اكتبوها لي في التعليقات. ما تنسوش تتابعوا كل اخبار السيارات المحليه والعالميه عندنا على الموقع بتاعنا، ده اللينك بتاعته هكتبه لحضراتكم هنا على الشاشه. كمان اعملوا لنا فولو على السوشيال ميديا بتاعتنا، انستجرام وتيك توك وباقي المنصات، ده الهاندل الموحد بتاعها. وطبعا اشتركوا في قناه اليوتيوب، واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله، ومتشكر على المتابعه.